تقول له تعالى اتفرج، بص ابنك شايف المنظر بتاع الاوضه، شايف الاوضه عامله ازاي، ربيهم بقى، وتسيب بابا وتمشي. فالاب يقلع القميص ويقعد مستنيك، انت بتجيب حاجه من تحت وطالع، تيجي حضرتك ترن الجرس، تتربت تربت تربت تتربت، وايد على الجرس وايد على الباب وشغال، الله ينور عليك. فرح فرح ابن العمده، وانت مش حاسس ايه اللي بيحصل اصلا بسببك. انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في الشقه بسببك، انت ما تعرفش ان في نار قادت بسببك. الاب يقوم قايل بس انا اللي هفتح، تلاقي الاب فاتح الباب بايده اليمين، اخدك بايده الشمال، رزع الباب وراح مكمل بيو، اللي هو بيو. انت بتاكل القلم، اللي هو في ايه؟ وانا عملت ايه؟ بعدين الاب ياخدك ويقوم حاطك قدام اوضتك، ده منظر اوضه، لا ادخل روقها، طبعا دي بالرجل مش بالايد. فانت مع القلم ومع الرزعه بتاعت الرجل دي تدخل تقلب، بص، مكنسه كهربائيه في الاوضه، بتلحس الاوضه لحس، بتتروق، بتبقى على سنجة 10.